انت دلوقتي الساعة 5 المغرب، المدفع بيضرب وبتستعد عشان تفطر انت والعيلة. بتشغل التلفزيون على القناة الأولى وفجأة بيشتغل التتر ده. بتفطر وانت بتتفرج على بكار، وعقبال ما تحلي بالكنافة وتشرب قمر الدين تلاقي تتر المغامرون الخمسة أو زازا وجرجير بيسمع في ودانك. بعدها بتنزل تلعب مع أصحابك شوية، وعلى الساعة 9 كده ست الكل تنادي عليك علشان العيلة كلها تتجمع وتتفرجوا على المسلسل مع بعض. بيخلص المسلسل فبتدخل تحت البطانية تريح لك ساعتين علشان تصحى تتسحر وبعدها تنام علشان المدرسة. معلش يا صاحبي، أنا عارف إني قلبت عليك المواجع، بس كنت حابب أخليك تسترجع معايا الذكريات الجميلة اللي كنا بنعيشها في رمضان أيام زمان. وبتسأل نفسك سؤال: هل احنا اللي اتغيرنا ولا الزمن اللي اتغير ولا ايه بالظبط؟ اسمح لي يا صديقي اننا نخوض في الموضوع ده النهارده ونعرف الاسباب مع بعض. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك واعمل سبسكرايب ومعاه فنجان قهوتك الرايق، ويلا بينا نبدا. بص يا صديقي، علشان تقدر تخوض معايا الرحله دي لازم نقسم تاريخ مصر الى ما قبل 2011 والى ما بعد 2011. حرفيا من بعد 2011 تحس كده ان كل حاجه في البلد اتغيرت، من سياسه وفن وموسيقى ورياضه وغيرهم كتير. الأطفال اللي في 2011 كان عمرهم 10 سنين و13 سنة عاشوا التغيرات دي، وللأسف فترة نموهم ومراهقتهم كانت بتصادف تغيير جذري في الذوق العام. وعلشان كل ده بيزنس وأهم حاجة إننا نكسب أيا كان المحتوى، بيظهر نوع جديد من الفن والبرامج مختلف كليا عن زمان. أول حاجة هنتكلم عنها هي البرامج. لو قسمنا برامج زمان هنلاقي كذا نوع. في برامج النجوم زي يا تلفزيونيا وحوار صريح جدا وبدون مونتاج، وبرامج الشارع زي كلام من دهب. أما بقى النوع الأشهر وده اللي هنركز عليه النهاردة هي برامج المقالب. الكاميرا الخفية، اديني عقلك، حسين على الهوا، حيلهم بينهم. والنوعية دي ارتبطت جدا بشهر رمضان. الناس بعد يوم متعب بتبقى محتاجة تفك عن نفسها وتضحك شوية، وده اللي نوعية البرامج دي كانت بتوفره بأقل الإمكانيات. ناس عادية، أماكن واقعية، ميزانية بسيطة، أفكار مختلفة وجذابة. كل ده كان بيتعمل منه توليفة كفيلة إنها تطلع منك الضحكة بدون تكلف. وبرغم إن برامج المقالب حاليا بتركز على النجوم أكتر، وده طبعا علشان نضمن نسب المشاهدة في المقام الأول، إلا إنها عمرها ما هتجاري برامج زمان، لا في الأفكار ولا الروح ولا الأجواء. أعتقد لو جمعنا ميزانية كل البرامج دي مجتمعة ممكن تطلع تكلفة موسم واحد من برامج رامز جلال مثلا. لكن برغم كده لو سألت أي حد هيقولك برنامج واحد من دول أحسن من كل برامج دلوقتي في كل حاجة. هتقولي إيه السر؟ هقولك البساطة يا صديقي. البساطة في المحتوى، البساطة في الناس، البساطة في ردود الأفعال، البساطة عند الجمهور المتلقي، البساطة تكسب دايما. وطبعا مش هينفع ننسى يا صديقي الظاهرة الغريبة اللي انتشرت آخر 10 سنين، واللي أنا بسميها برامج الفضايح، اللي زي شيخ الحارة والعرافة والحاجات اللي شبه كده. الحقيقة أنا بشوف إن البرامج دي فاضية، هدفها الأساسي الترند ونسب المشاهدة، وبشوف إنها خطوة غير موفقة لأي فنان بيشترك فيها. هو معلش يعني إيه معنى إني أستضيف نجم وأقعد أحرك فيه وأبتز بفضايحه وأفرج أمة لا إله إلا الله عليه؟ ومش بس كده، ده بعد ما أخده غسيل ومكوى أسكعه السؤال المشهور: هو أبوكوا حشك؟ فاصل يا جماعة بسرعة. والنجم يعيط والمذيعة تتأثر وإحنا نلطم كفاية يا جدعان، كفاية أرجوكم. الإعلانات. طبعا أول وأهم حاجة لازم نذكرها إن الإعلانات زمان كان عددها قليل وما كانتش كتيرة وفصيلة أوي زي دلوقتي. لكن لو هتسألني عن الفرق بين إعلانات زمان وإعلانات دلوقتي هقولك إعلانات زمان ما كانتش بتبذل أي مجهود عشان تسوق لك المنتج. أي موديل أو شوية مجاميع ممكن يعملوا الإعلان ويكسروا الدنيا. إنما دلوقتي المعلنين مكبرين الموضوع قوي، نجوم سينما ومطربين ولاعيبة كورة وفنان يعمل له لوحده 5 إعلانات في الموسم، والموضوع بقى بيزنس يا صديقي. المواطن أصبح سلعة، انت بالنسبة لهم شوية فلوس ماشيين على الأرض. بس يمكن أزمتنا مع إعلانات دلوقتي هي التكرار. تحس كده كل الأفكار شبه بعض، يمكن بسبب الكثرة. وحتى لما شركة أو مؤسسة تعمل إعلان وينجح ويعلق مع الناس بيفضلوا يحلبوا في نفس الفكرة ونفس المطرب لحد ما بيطلع المعاش تقريبا. ده غير الواقعية يا صديقي. زمان كان المنتج اللي في الإعلان تحسه المنتج الأصلي، إنما دلوقتي بنسبة كبيرة اللي بيظهر في الإعلان حمادة، واللي بيكون على أرض الواقع حمادة تاني خالص. اللي هو إحنا نشد رجلك بالطريقة وبعدها نتفاهم، وكده كده هنراضيك، يعني مش حوار صباح الفل. أما بقى اللي يخليك تتعجب هو انقراض حاجة أساسية كانت مرتبطة جدا برمضان، وهي الفوازير. لو انت سنك صغير يا صديقي ومولود بعد سنة 2000 فبنسبة كبيرة مش هتكون مقدر قيمة الفوازير وأهميتها بالنسبة للأجيال القديمة. الفوازير يا صديقي كانت زي حدث عظيم كده بيحصل كل رمضان. الكل كان بيترقب: يا ترى رمضان السنة دي مين هيعمل الفوازير وهتتقدم بأنهي طريقة؟ ويا ترى ايه شكل الحدوتة والاستعراضات والملابس والأغاني؟ ويا ترى مين اللي هيقدم الفوازير؟ نيلي ولا شريهان ولا فطوطة ولا عم فؤاد؟ وبرغم ضعف الجرافيك والمؤثرات زمان إلا أن أداء الأبطال كان بيغطي على كل ده.
حقيقي انقراض الفوازير عليه علامة استفهام كبيرة قوي، واللي يضايقك أكتر إن المنتجين بيصرفوا ملايين على أعمال كتير تافهة وبلا قيمة، ومحدش أبدا فكر يرجع حاجة حلوة زي الفوازير اللي كانت في يوم من الأيام سبب سعادة ومتعة للكبار والصغيرين. وبرضه من الظواهر الغريبة هو اختفاء برامج الأطفال، الحاجات اللي الواحد اتربى عليها وبقت محفورة في ذاكرته: بوجي وطمطم، بكار، قصص الأنبياء، حكايات خيال الظل، المغامرون الخمسة، زازا وجرجير، سوبر هنيدي. راحت فين الحاجات الجميلة دي؟ ليه انحدرنا بالشكل ده؟ ليه ما نرجعش تاني نعمل برامج تربوية تعلم الأطفال يعني إيه قيم ومبادئ وأخلاق وسط المجتمع المشوه اللي أصبحنا عايشين فيه؟ ليه بقى الفن عندنا كله أفكار فاسدة وبتشوه الواقع، ودراما بتظهر المجتمع وكأنه مجتمع للعصابات والخارجين عن القانون؟ بمناسبة الدراما، طبعا واضحة قوي شتان الفرق بين دراما دلوقت ودراما زمان من كل النواحي. دلوقتي تحس إن أغلب الأفكار والقصص بتتمحور حوالين نوعين من الدراما، والنوعين للأسف مشوهين ومش بيعبروا عن الواقع بأي شكل من الأشكال. النوع الأول هي الدراما الشعبية، واللي بقت عبارة عن البطل البلطجي وحبيبته الرقاصة والفيلن المهزأ اللي بيعاديه وتيمة الانتقام اللي اتهرست في 500 عمل قبل كده، وزود بقى شوية بهارات من قتل وخيانة وعري ورقص وعوجة بق وألفاظ خارجة وبطل خارق لا يقهر بيضرب كل الناس وبتحب كل الستات وبينتقم من كل أعدائه وبيطير في الجو ويمشي على الحبل وبيعمل كل حاجة. لك أن تعلم يا صديقي إن دي بقت التيمة المقررة في كل الأعمال الشعبية في آخر 10 سنين. أما بقى النوع التاني هي دراما الكومباوند، الجماعة دول اللي عايشين في اليوتوبيا، اللي تحسهم في دنيا تانية غير اللي احنا عايشين فيها. زي بالظبط الإعلان اللي بيقولك احجز وحدتك ب10 مليون بس وانت مش فاضل في جيبك غير 20 جنيه، مش عايز تنزل القهوة تصرفهم علشان هتجيب بيهم فطار الصبح. عربيات وعلاقات وأماكن فخمة وشقق ضخمة ونوادي وناس عجيبة بيتكلموا بطريقة عجيبة، وتحس شوية تاني إن في واحد فيهم هينط لك من الشاشة ويقول لك إيه يا ابني أنت فقير كده ليه؟ وتتوه أنت بين ده وده، وأنت كل اللي بتتمناه إنك تشوف حاجة حقيقية، إنسان عادي لو شعبي أو من طبقة متوسطة بيتكلم عادي من غير جعير ولا عوجة بق، وبيتعامل عادي برضه من غير بلطجة ولا شبحنة. ولو يا سيدي من طبقة عالية شوية لا بيتفشخر عليك ولا بيعيشك في قصص وأماكن وأحداث أنت عمرك ما هتعيشها. الإنسان العادي انقرض في الدراما المصرية، والناس في البلاد التانية بقت واخدة فكرة عننا إن هي دي مصر، وإن الشخص البسيط بلطجي والشخص الغني بيدوس على الكل. أما بقى لو أنت بتدور على الفن الهادف وتعزيز قيم المجتمع وتقديم رسالة سوية للمشاهدين، فانصحك يا صديقي من الآخر تتفرج على الدراما زمان، لأنك مش هتلاقي النوعية دي في الدراما حاليا. زمان كان في قصة محكمة وأحداث منطقية وكان في تمثيل يا صديقي. زمان كان في فن حقيقي. زمان كانت العيلة كلها بتتجمع وتتفرج على المسلسل وهي عارفة إنه لا في مشاهد خدشة ولا ألفاظ خارجة زي دلوقتي. زمان كنت تحس إن البطل ده شبهك بيمثلك، إنما دلوقتي أغلب الشخصيات الدرامية شخصيات مصطنعة، لا فيها بناء ولا أبعاد ولا واقعية ولا حتى خيال. ده حتى الأسماء ذوقنا انحدر فيها. زمان كنت تلاقي ليالي الحلمية، المال والبنون، ذئاب الجبل، هوانم جاردن سيتي، لن أعيش في جلباب أبي، وكل اسم بيعبر عن العمل. إنما دلوقتي بقى ما شاء الله تلاقي الخديوي والأسطورة وباب المجال وسيد الناس وعم الكل والأسد والفهد والدب والنمر. وليلة جامدة أوي ساعات. وفي الآخر يا صديقي للأسف الدراما حاليا أهدافها بقت متركزة على اللي يجيب مع الناس وبالأخص الأجيال الجديدة، عكس زمان كان المسلسل بيقدم الرسالة للكل من غير ما يخص فئة معينة. إنما حاليا أغلب صناع الدراما بقوا يشتغلوا بمبدأ ما يطلبه المشاهدون وبين قوسين ويجيب فلوس. ورحم الله زمن الفن الجميل يا صديقي. وبس كده. لو الحلقة عجبتك أتمنى تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تسيب لي رأيك تحت في الكومنتس. أشوفك على خير يا صديقي. سلام.